كاين سر كبير كنا عايشين فيه من صغرنا بلا ما نعرفه. السر اللي مخبي وسط الجرس اللي كيدق، وسط الكراسة، وسط 12 العام ديال القسم. اليوم غادي نكشفوا الحقيقة اللي ما بغاوش يوصلوها لينا كطلبة. تخيل معايا زمان بعيد بزاف قبل ما يكون عندنا فلوس ولا حتى فكرة عليها. الانسان كان كيعيش بسيط، كيزرع شوية ديال القمح باش ياكل، كيربي شي دجاج ولا غنم باش يعيش. لكن المشكل بدا يبان كيفاش غادي يحصل على شي حاجة ما عندوش. هنا خرج اول حل، المقايضة. يعني انا نعطيك شي حاجة زايدة عندي وانت تعطيني حاجة زايدة عندك. مثلا واحد عنده صوف الغنم بزاف وكيحتاج الملح، يلقى واحد اخر عنده الملح وكيحتاج الصوف، يتفاهموا ويتبادلوا، وهنا بدات اول شرارة للتجارة. ولكن المقايضة ما كانتش سهلة. واحد النهار تبغي شي حاجة وتلقى الاخر ما محتاجش اللي عندك، يعني بقاو الناس يقلبوا على حل اسهل، شي حاجة الكل يقبلها. وهنا يبان الذهب ما كيتغيرش، ما كيتعفنش، قيمته مستقرة، والناس بداو يستعملوه باش يسهلوا المعاملات. تقدر تمشي تشري جمل او دار او اي حاجة غير بالذهب سنين طويلة، والذهب هو الأساس. ولكن مع الوقت بان مشكل كبير، اللي بغى يشري دار ولا أرض خاصو يجر معاه كيلوات ديال الذهب، ثقيل وخطير، ولكن لأنه في أي لحظة يقدر يتعرض للسرقة. وهنا جات أول فكرة عبقرية، البنك في ذاك الوقت ما كانش مؤسسة معقدة بحال اليوم، كان غير بلاصة تحط فيها الذهب ديالك ويعطيوك وثيقة مكتوب فيها شحال عندك. بهذيك الورقة أي واحد يعرف عندك ذهب مضمون ومحفوظ. لكن حتى هاد الطريقة ولات متعبة، الناس كل يوم داخلة خارجة كيطالبوا بجزء من الذهب، كيتعاود القياس والوزن. وهنا جا الحل الجديد، الورقة اللي كتعبر على الذهب هي نفسها تولي وسيلة للتعامل. يعني تحط كيلو ديال الذهب، تاخد ورقة مكتوب فيها 1 كيلو ذهب، وبها تشري وتبيع بلا ما تقرب حتى الذهب. ومن هنا تولدوا الفلوس اللي كنعرفوا اليوم. ودازت القرون والفلوس بقاو مربوطين بالذهب، حتى وقت قريب وينفصل الدولار على الذهب ويولي عنده قيمة مستقل. لكن هذه غير البداية، حيت الحياة ما بقاتش غير صيد وزرع. جا واحد العصر اللي غادي يقلب الموازين، الثورة الفلاحية. الناس اللي كانوا عندهم أراضي كبار ومياه وأدوات بداو يستغلوا الأرض بأحسن طريقة. أما الفلاحين الصغار اللي ما عندهم لا مال ولا وسائل بداو يضيعوا أراضيهم وحدة بوحدة. ومن ثم تفرقات المجتمعات لجوج ديال الطبقات، واحد غارق في النعيم والملكية، وواحد آخر فقير ما عنده والو، خدام عند مول الأرض مقابل لقمة وبيت صغير. وبقات الحياة غادية هكا حتى بان اختراع جديد، الآلة. ومن هنا بدات الثورة الصناعية، المعامل بداو يطلعوا، الماكينات كتزيد، والطلب على اليد العاملة كيكبر. لكن مشكل واجه أصحاب المصانع. الفلاحين الصغار ما بغاوش يخليو أراضيهم ويجيو يخدموا عندهم، مرتاحين في دويراتهم، خدامين مع عائلاتهم. شنو داروا موالي المصانع؟ تلقوا واحد البروباغندا، مشاو يقولوا للفلاح انت راه عبد عند مول الارض، كيشبعك بالخبز وكيحبسك في حقول، ما عندكش حتى حريه. خلي ولدك يمشي يخدم في المعامل، يكون موظف حر، يخدم ساعات محدوده وفلوسه سيدي راه في جيبه. هاد الكلام خلى القلوب تتحرك. الشباب بداو يهاجروا للمعامل، يخدموا مقابل اجره، ومول المعمل بقى هو الرابح الأكبر. لكن حتى هنا بقى واحد المشكل واحد آخر، كل موظف جديد كيضيعوا معاه شهور باش يتعلم الخدمة. وهنا خرجت أخطر فكرة يا صديقي، المدرسة. أصحاب المصانع قرروا يديروا نظام تعليمي منظم. الطفل يدخل صغير يتعلم النظام والطاعة والانضباط، يجلس 8 ديال الساعات بلا حركة، يطلب الإذن على أبسط حاجة، يتربى على عقلية الموظف. 12 سنة من حياته كتوجده غير باش يخرج مطيع منضبط وجاهز يخدم في المعامل
والشركات. ومن بعد الاختصاصات كتكون مبنية على الاحتياجات ديال السوق. خاص عمال في الميكانيك يفتحوا مدارس مهنية، خاص تقنيين يوجدوهم مباشرة. النظام كان محكم والهدف ديالو واضح، إنتاج جيل من الناس جاهزين يخدموا مصالح الأغنياء. لكن اليوم هذا السيستم ولا كيتفكك، العالم تبدل والفرص ولات مختلفة. بفيديوهات بحال هادو، بالانترنت، بالافكار الحرة، تقدر دير ثورة بلا ما تدخل للعمل او للمعمل عفوا. لهذا خاص الاباء يفهموا ولادهم ويعطيوهم فرصة يجربوا. الدبلوم ما بقاش عنده نفس القيمة اللي كان عنده في التسعينات. اليوم اللي ينجح هو اللي يعرف كيفاش يستغل الادوات الجديدة. وشوف صديقي، ماشي انا اللي كنقول هاد الشي، جون تايلور غاتو اللي كان احسن استاذ في امريكان قال النظام المدرسي الحديث ما مصممش باش يخلق عباقرة، ولكن باش يخلق موظفين. كارول دويك في كتابها ما ينسات قالت اللي كيتعلم يسول ويجرب ويغلط هو اللي كيبدع، ماشي اللي كيحفظ بلا ما يفكر. وحتى دراسة من هارفارد بينات باللي اكثر من 60% من المهن ديال المستقبل مازال ما كايناش. واش المدرسة كتحضرنا ليها؟ الجواب واضح صديقي، راك كتقرا 15 عام من حياتك وفي الاخير كتلقى راسك كتقلب على خدمة وراتب بالكاد يعيشك. المدرسة ما غاديش تعطيك الحرية المالية، ما غاديش تعطيك السعادة، لكن المدرسة عندها دور، تعطيك الادوات الاولية، القراءة، الكتابة والحساب، والباقي خاصك انت اللي تصنعه. وشوف صديقي، انا ما جايش نقول لك خرج من المدرسة، بالعكس انا طالب بحالك، غير الفرق هو اني وعيت باللي المدرسة ماشي الهدف، المدرسة غير وسيلة. الا بقيتي كتشوفها كسقف غادي تحبس هنا، الا شفتيها كباب غادي تفتح به طريقك الخاص. اليوم العالم ما محتاج غير موظفين، محتاج ناس عندهم فكر حر كيطرحوا الاسئلة علاش، واش ممكن احسن. والسؤال اللي خاصك تجاوب عليه هو واش غادي تبقى غير تلميذ كيتسنى النتيجة، ولا غادي تولي طالب للحقيقة اللي كيبني مستقبله بيده. السلام عليكم.